مرحبا بكم معنا مرة أخرى في هذه الغطسة المعرفية الجديدة في المصادر اللي وصلتنا. اليوم غادي نركزوا على واحد الكتاب اللي صراحة العنوان دياله بوحده كي يخليك تبغي تعرف قطر. دماغك تحت تأثير الإباحية. هذا المصدر زعما كيحاول يجمع بين بزاف ديال الحوايج: علم الأعصاب، كيفاش كيخدم الإدمان، وطبعا التأثير ديال داك المحتوى الإباحي اللي ولا موجود في كل قنت مع الإنترنت. المهم، الهدف ديالنا في هذه الجلسة هو نفكوا هذا الكتاب ونشوفوا شنو الأفكار الأساسية اللي فيه والخلاصات اللي خرج بيها. غادي نركز تحديداً على التأثيرات اللي كيهضر عليها واللي كتبان على الناس والتفسيرات العلمية اللي كيعطيه. طبيعة الحال الموضوع حساس شوية، ولكن التركيز ديالنا غيكون 100% على المعلومات كيف ما هي في المصدر. أوكي، يلا نبدأ نحفر في هادشي شوية. يمكن أول حاجة كتلفت الانتباه هي كيفاش شي ظواهر كيهضر عليها الكتاب بحال يلا ولد كتبان بزاف مؤخرا ياك، خصوصا عن شي فئة عمرية معينة. بالضبط. هذه نقطة أساسية في الكتاب. النص كيقول باللي كاين واحد زعما ارتفاع ملحوظ في شي مشاكل عند الناس اللي قل من 40 عام، وماشي غير مثلا تراجع في القراية ولا الخدمة، لا، التركيز الكبير كاين على الخلل الوظيفي الجنسي. بحالاش زعما هذا الخلل؟ كنهضروا على ضعف الانتصاب، نقص كبير في الرغبة، مشاكل في الأداء الجنسي، يعني أمور اللي كتقيس الحياة ديال بنادم بزاف. والأكثر إثارة للقلق حسب المصدر ديما هو أن هاد المشاكل كتبان عند الشباب اللي ما عندهم حتى شي سبب طبي واضح، يعني ماشي مرض، ماشي شي عامل اللي معروف أنه كيدير هادشي. الكتاب كيستشهد ببعض الأرقام وخا ما كيدخلش في التفاصيل بزاف، ولكن كيلمح لشي دراسات أوروبية، سويدية، كندية، اللي لاحظت أن معدلات ضعف الانتشار عند الشباب طلعت. وهذا الشيء اللي كيخلي الواحد يتساءل: شنو واقع؟ شنو اللي تبدل؟ وهذا التساؤل هو اللي كيخلي الكتاب يقدم الحجة المحورية ديالو. النص كيربط نيشان بين هذا الارتفاع في المشاكل وبين واحد الحاجة محددة: الإباحية ديال الانترنت. كيأكد على ديال الانترنت بالتحديد، ماشي بحال داكشي اللي كان شحال هادي في المجلات ولا شي فيديو محدود. يعني كاين فرق؟ فرق كبير. حسب النص، الانترنت جاب معاه واحد الفيضان، محتوى ما كيساليش، ديما الجديد، واحد الكثافة والتنوع اللي زعما ما عنده علاقة بداكشي القديم. وكيستدل مثلا بملاحظات سريرية ديال واحد الطبيب سميتو طارق باشا مذكورة في المصدر. الطبيب النص كيقول لاحظ أن كيجيوه شباب صحاح ما عندهم والو طبيا، ولكن كيشكيو من ضعف انتصاب ما مفهومش، والعامل المشترك للقبيناتهم هو الاستهلاك الكبير ديال الإباحية. الأهم هو أن هاد الأعراض كانت كتحسن بشكل واضح ملي هاد الشباب كيوقفوا يشوفوا داكشي. الكتاب كيفصل كتر في هاد الأعراض، بحال الواحد يفقد الإحساس في الأعضاء ديالو، يولي ضروري يتفرج باش يوصل الإثارة أو النشوة، أو يبداو يعجبوه غير أنواع محددة وغريبة ديال الجنس وما يبقاش يثيروه الناس في الواقع. فهمت. الفكرة اللي كيوصلها النص هي أن هاد الظاهرة مرتبطة بهاد الشكل الجديد المكثف ديال الإباحية اللي جابها الإنترنت. مزيان. إذن المصدر كيربط بين هاد المشاكل الملاحظة وبين هاد النوع الجديد ديال الإباحية، ولكن كيفاش كيفسر هاد الرابط؟ زعما كيفاش شي حاجة كتشوفها في تليفونك تقدر تأثر على الجسم ديالك بهاد الطريقة؟ هنا فين كندخلوا للدماغ ياك، العلم الأعصاب. تماما. هنا في الكتاب كيتعمق شوية، كيعتمد بزاف على المفاهيم ديال علم الأعصاب، خصوصا داكشي اللي عنده علاقة بالإدمان والسلوك. كيشرح لينا واحد السيستم في الدماغ سميتو مسار المكافأة، A Reward Pathway. ديال الدوبامين وهادشي. هو هاد المسار هو اللي مسؤول على المتعة، على الإحساس بالمكافأة. والدوبامين هو بحال اللي قلتي الرسول الكيماوي ديال المتعة. ملي كنديروا شي حاجة زوينة ولا مهمة لبقانا بحال الماكلة أو الجنس، الدماغ كيطلق الدوبامين، وهذا الشيء كيخلينا نبغيو نعاودوا ديك الحاجة. الكتاب كيقول بلي الإباحية، وخصوصا هذه ديال الانترنت بهذيك الجدة والكثافة اللي هضرنا عليها، كتخدم بحال شي محفز خارق للطبيعة، Supernormal Stimulus. محفز خارق للطبيعة، هاد المصطلح كيبان مهم. شنو كيقصدوا به؟ الفكرة كيف ما كيشرحها المصدر هي أن هاد المحفزات مصممة باش تدخل نيشان المسار المكافأة وتخدموا بواحد القوة اللي كتكون كبر من المحفزات الطبيعية العادية. الكتاب كيعطي واحد التشبيه زوين باش نفهموه: الماكلة ديال الزنقة، الفاست فود، مقارنة بالماكلة الصحية ديال الدار. الفاست فود مصمم باش يكون بنين بزاف، عامر دهون، سكر، ملحة. الدماغ كيتشاه كتر من الخضرة، وخا هو ماشي صحي ياك؟ بصح. بنفس الطريقة، حسب النص، إباحية الانترنت كتعطيك واحد النسخة مكثفة
مبالغ فيها ومصممة باش تثيرك لأقصى درجة. ديما الجديد، الصدمة، التنوع. هادشي كيخليها تحفز داك مسار المكافأة بقوة ومرارا وتكرارا. وكيزيد عليها واحد المفهوم خر مهم، هو اللدونة العصبية neuroplasticity. اللي هي قدرة الدماغ على التغيير. بالضبط. الدماغ ماشي جامد، كيتبدل وكيعاود يشكل راسو على حسب التجارب ديالنا. كاين داك المبدأ المعروف، استعمله أو افقده، use it or lose it. كلما خدمتي واحد الطريقة عصبية في دماغك بحال ديك اللي كتخدم ملي كتشوف الإباحية، كلما كتقوى وكتولي هي الطريقة السهلة. ومع التكرار حسب الكتاب هذه الطرق المرتبطة بالإباحية كتولي قوية لدرجة أنها تقدر زعما تغلب على الطرق الأخرى اللي مرتبطة بالجنس الطبيعي أو الحميمية مع الشريك الحقيقي. فهمت. يعني الدماغ كيولف على داك التحفيز اللي قوي بزاف ومتكرر، وهاد التوليفة هي اللي ممكن تسبب دوك المشاكل اللي ذكرنا في الأول. إيه، واش الكتاب كيهضر على شي تغيرات ملموسة في الدماغ، شي حاجة اللي ممكن نشوفوها زعما؟ هذه نقطة كيركز عليها بزاف. كيحاول يبين باللي المسألة ماشي غير نفسية، عندها أساس بيولوجي في الدماغ. كيستشهد ببعض الدراسات اللي حاولت تقلب على هاد التأثيرات. مثلا كيشير لواحد الدراسة معروفة تنشرت في جاماي سايكياتري في 2014. مجلة معروفة هذه. مجلة علمية مرموقة. هاد الدراسة لقات علاقة بين شحال الواحد كيستهلك ديال الإباحية وبين تغيرات في الحجم ديال المادة الرمادية في شي مناطق في الدماغ اللي عندها علاقة بالمكافأة. ولقات حتى أن الناس اللي كيستهلكوا بزاف النشاط في دائرة المكافأة عندهم كينقص ملي كيشوفوا صور جنسية عادية ماشي إباحية، بحال إلا الدماغ ما بقاش كيتجاوب على العادي. الكتاب كيستعمل هاد النتائج باش يدعم الفكرة ديال أن الدماغ بصح كيتبدل. كاين إشارات لدراسات أخرى بحال شي أبحاث في كامبريدج اللي شافوا النشاط الدماغي عند مدمني الإباحية ولقاو فيه شي تشابهات مع النشاط الدماغي عند مدمني المخدرات. وهذا التبدال في الدماغ كيفاش كيترجم للأعراض كنشوفوها؟ النص كيشرح هادشي بمفاهيم واخداها من الدراسة ديال الإدمان بصفة عامة. أولاً التحمل توليرانس. بحال المخدرات، مع الوقت نفس الحاجة ما كتبقاش تعطيك نفس التأثير. الدماغ كيولي يطلب كتر، يعني محتوى أكثر قوة، أكثر غرابة، باش يوصل لنفس الإحساس ديال الإثارة. يعني الواحد كيقلب ديما على ما أكتر. تماماً. ثانياً التكييف conditioning. الدماغ كيبدأ يربط شي حوايج معينة اللي هي في الأصل عادية بالإثارة والحصول على المكافأة. مثلا غير الصوت ديال البيسي كيتحل، ولا واحد الوقيته في النهار، ولا واحد الموقع. هاد الإشارات بوحدها كتولي قادرة تشعل ديك الرغبة القوية الكريفين. ثالثا التحسس sensitization. ماشي غير الحاجة للإباحية اللي كتزاد، ولكن حتى ديك الشهوة المفاجئة والملحة كتولي قوية بزاف وصعيب تقاومها. والرابعة؟ الرابعة هي اللي مهمة بزاف وكيشدد عليها النص، قصور الفص الجبهي prefrontal cortex hypofrontality. هذه شوية تقنية. هذه المنطقة القدامية في الدماغ، هذه هي الرئيس، هي اللي مسؤولة على التخطيط، ناخدوا القرارات، نتحكموا في راسنا، نكبحوا السلوكيات اللي ممزياناش. الدراسات اللي كيشير لها الكتاب كتقول أن الاستهلاك المفرط للإباحة ممكن يضاعف الخدمة ديال هذه المنطقة. وهاد ضعف التحكم في النفس هو اللي كيخلي الواحد واخا يكون عارف الضرر وباغي يوقف كيلقى صعوبة كبيرة بزاف باش يوقف. يعني القضية كتولي بيولوجية أكثر منها ضعف إرادة؟ هذه هي الفكرة اللي كيوصلها المصدر، أن الأمر كيولي داخل في تركيبة الدماغ نفسه. سبحان الله، هاد التفسيرات ديال الدماغ معقدة ومثيرة في نفس الوقت. كتخلينا نفهموا شوية على حساب هاد المصدر ديما علاش الموضوع صعيب على الناس اللي كيعانيوا منه. ولكن واش كاين شي ضوء في الاخر ديال النفق؟ واش الدماغ اللي تبدل هكا ممكن يرجع كيف كان؟ هادشي كيوصلنا لواحد الفكرة أخرى كيهضر عليها الكتاب بزاف، هي ديك التجربة ديال إعادة التشغيل الريبوت. بالضبط، من بعد ما شرح الكتاب كيفاش ممكن الأمور تفسد، كينتقل يهضر على تجريب ديال الناس اللي قرروا يحبسوا الإباحية تماماً. غالباً ما كيكون السبب صحي أو نفسي، بغاو يتخلصوا من دوك الأعراض اللي دوينا عليها. هاد العملية ديال الامتناع التام لواحد المدة هي اللي تسمات في المجتمعات ديال الانترنت بالريبوت. أوكي، وشنو النتائج ديال هذا الريبوت اللي كيعاود عليها الكتاب؟ كاين شي أمثلة؟ الكتاب كيروي بطبيعة الحال بلا ما يذكر سميات وبطريقة ملخصة تجارب ديال الناس داروا هاد الريبوت، وكيوصف مجموعة ديال الفوائد اللي حسوا بها، لدرجة شي وحدين سموها قوة خارقة، زعما واخا فيها شوية مبالغة، ولكن باش يبينوا الفرق الكبير اللي حسوا به. بحالاش هاد الفوائد؟ النص كيذكر بزاف.
نقص كبير في القلق الاجتماعي، الواحد كيولي عنده ثقة في راسو كتر في التعامل مع الناس، تحسن كبير في التركيز، القدرة باش يكمل المهام اللي كتطلب مجهود، تحسن في العلاقات سواء مع الشريك أو الناس بصفة عامة، إحساس بالنشاط والحيوية كتر. وبالنسبة لبزاف وهذه مهمة، هي الرجوع ديال الوظيفة الجنسية الطبيعية، الانتصاب الصباحي كيرجع، الرغبة تجاه الشريك الحقيقي كتزاد، الواحد كيولي قادر يستمتع بالعلاقة بلا ما يحتاج يتفرج. هادشي مهم. ايه، ولكن خاصنا نأكدوا كيف ما كيدير الكتاب أن هذه كتبقى تجارب منقولة ديال الأفراد، ماشي بالضرورة النتائج ديال دراسات علمية مضبوطة، ولكن الكتاب كيقدمها كدليل زعما قصصي على أن التعافي ممكن. هادشي كيبان مزيان الصراحة، واعر. ولكن واش بهاد السهولة يعني الواحد غير يوقف وكل شيء كيرجع كيف كان دغيا؟ لا، هنا فين الكتاب كيدخل في تفاصيل أكثر واقعية، كيوضح بلي الطريق ديال الريبوت ماشي طريق مقادة وسهلة، كاين تحديات كبيرة كيواجهوهم الناس اللي كيقرروا يوقفوا. المصدر كيهضر على شي حاجة كتشبه الأعراض الانسحاب بحال اللي كنسمعوا عليها في مواد أخرى. أعراض الانسحاب من الإباحية؟ إيه، هاد الأعراض اللي كيتعاود عليها كتشمل القلق والتوتر الزايد، نوبات ديال الاكتئاب أو الإحساس بالخاوة، العياء، الإعراق المستمر، وديك الرغبة الملحة الكريفينج باش الواحد يرجع يشوف الإباحية، خصوصا ملي كيكون مقلق ولا ما عنده ما يدار. وكاين واحد ظاهرة أخرى اللي كتخلع الناس بزاف وكيهضر عليها الكتاب بالتفصيل، هي الفلات لاين أو الموت السريري. موت سريري، الله يستر. هاد السمية كتخلع، شنو هي بالضبط؟ الفلات لاين كيف ما كيشرحها النص هي واحد المرحلة مؤقتة كتقدر طوال ولا تقصر، كتدوز على الواحد اللي وقف الإباحية، كتميز بأن الرغبة الجنسية ليبيدو كتموت تقريبا، كتهبط بزاف، وحتى ممكن المشاكل ديال ضعف الانتصاب ترجع أو تزيد الفترة. يا لطيف، يعني الواحد كيوقف باش يتحسن وكيزيد يطيح؟ هادشي علاش كتكون محبطة بزاف، ولكن الكتاب كيقترح تفسير لهادشي، كيقول باللي هادي ممكن تكون علامة أن الدماغ كيدير إعادة ربط recalibrating، بحال يلا هداك المسار المكافأة اللي كان مدمن على التحفيز الخارق ديال الإباحية خاصو وقت باش يرجع يتوازن ويتعلم يتجاوب مع الحوايج الطبيعية. الكتاب كيأكد أن التعافي عملية بروسيس كتاخد وقت أصبر. اللدونة العصبية اللي خدمت في اتجاه الإدمان كتقدر تخدم في الاتجاه المعاكس ديال التعافي، ولكن خاصة الوقت شوية بشوية. وهذا الشيء كيطرح سؤال مهم على القدرة ديال الدماغ على التغيير والشفاء، ولكن في نفس الوقت على الصعوبات اللي ممكن تكون في هذا الطريق. فعلا الرحلة ماشي سهلة، فيها طلعات وهبطات، ولكن النتيجة كاينة على حسب هاد التجارب اللي كينقلها المصدر. هادشي كيخلينا نشوفوا الصورة الكبيرة شوية. علاش هاد المشكل بالذات أو هاد الظاهرة ولات منتشرة بهاد الشكل في هاد الوقت؟ واش كاين شي عوامل أخرى كتلعب دور؟ الكتاب كيتطرق لهاد النقط في واحد الجزء كيهضر فيه على السياق العام، كيشير لشي عوامل مساعدة اللي ممكن تكون زادت في الطين بلة. أولاً، ديك الفجوة بين الأجيال في المعرفة بالإنترنت، الآباء المربين بزاف منهم ما عارفينش بصح شنو كاين في الإنترنت وشنو كيشوفوا الدراري والشباب، وهذا الجهل كيصعب الوقاية والتوجيه. بصح هادي كاينة. ثانياً، النقص في التثقيف الجنسي اللي شامل وواقعي، ملي ما كاينش معلومات صحيحة ومناسبة على الجنسيانية والعلاقات الصحية، الإباحية كتقدر تولي هي المعلم الوحيد، وهو معلم مشوه للأسف. ثالثاً، الانتشار الواسع. الكتاب كيهضر على واحد المفارقة، هي أن معدلات الاستهلاك عالية بزاف حتى في بلايص اللي معروفة محافظة بحال شي دول في الشرق الأوسط. الإنترنت وصل لكل شيء وتجاوز الحواجز الثقافية. يعني ماشي قضية محافظة ولا لا؟ ماشي بالضرورة على حساب النص. العامل الرابع اللي كيشير ليه هو الإنكار والمقاومة، وهنا كيستعمل داك التشبيه القوي اللي قلتي، المقارنة مع الإنكار اللي كان زمان على أضرار الكارو التبغ ديال تجار الشك. هما هادوك. كيف ما شركات الطبغ حاربات شحال هادي باش تشكك في الأدلة العلمية، الكتاب كيقول كاينه نفس الحاجة دابا مع الإباحية. الناس كيقلوا من التأثيرات المحتملة وكيستغلوا أي نقص في الدراسات باش يقولوا ما كاين والو، هادشي غير تخربيق. هاد المقارنة فعلا كتخلي الواحد يفكر، ولكن واش بصح كاين نقص في الدراسات العلمية في هذا المجال؟ واش هادشي حقيقي؟ هذه نقطة مهمة والكتاب نفسه كيعترف بها، كيقول بلي صعيب بزاف دير دراسات علمية مثالية في هذا الموضوع. علاش؟ لأسباب أخلاقية وعملية.
ما يمكنش مثلا أخلاقيا تجيب ناس ما عمرهم شافوا الإباحية وتفرض عليهم يشوفوها بزاف باش تقيس التأثير وتقارنهم مع ناس أخرين. هادشي ما مقبولش. إيه باينة. إذن أغلب دراسات اللي كاينة هي دراسات ارتباطية correlational، يعني كتشوف العلاقة بين جوج حوايج بحال شحال كتشوف الإباحية وشنو الأعراض اللي عندك، ولكن ما كتقدرش تجزم 100% أن الأولى هي السبب المباشر ديال الثانية. وزيد عليها الناس ماشي بحال كاين اللي كيتأثر كتر من الآخر. هاد القيود في البحث هي اللي كيشدوا فيها شي ناس باش يشكوا، ولكن الكتاب في المقابل كيقول واخا كاينه هاد القيود ما يمكنش نتجاهلوا الأدلة اللي كتجمع. عندنا ملاحظات الأطباء، عندنا دراسات الدماغ اللي كتوري تغيرات واخا ما قاطعاش، وعندنا التجارب ديال آلاف ربما ملايين الناس في مجتمعات الريبوت اللي كيعاودوا نفس القصة تقريبا، نفس الأعراض ونفس التحسن بعد التوقف. يعني الدعوة هي أن نشوف الصورة كاملة؟ بالضبط. الدعوة ديال المصدر هي الوعي والنقاش بناء على مجموع هاد الأدلة، ماشي نبقاو نستناو شي دليل علمي قاطع اللي يمكن عمره يجي. الهدف كيأكد الكتاب ماشي هو يفرض على الناس كيفاش يعيشوا، ولكن يعطيهم المعلومات باش يفهموا العواقب المحتملة وياخدوا قرارات واعية على صحتهم. مزيان. إذن يلا حاولنا نجمعوا الخيوط الأساسية اللي خرجنا بها من هذه القراءة في مصدر دماغك تحت تأثير الإباحية. شنو ممكن نقولوا كخلاصة؟ الخلاصة هي أن النص كيقدم واحد طرح واحد الفرضية قوية كتقول أن كاين احتمال ديال واحد الرابط بين هذا الانتشار الكبير ديال إباحية الإنترنت الحديثة وبين واحد المجموعة ديال المشاكل صحية وسلوكية اللي ولات شائعة عند الشباب، خصوصاً داكشي ديال الخلل الوظيفي الجنسي. وكيقدم تفسيرات لهذا الرابط معتمدة على علم الأعصاب. كيقول أن هذا المحتوى قادر يخدم كمحفز خارق للطبيعة، كيضرب نيشان في مسار المكافأة في الدماغ. وهذا التأثير اللي كيتعاود بالإضافة للدنانة الدماغ ممكن يوصل لتغيرات في الدماغ كتشبه لداكشي اللي كنشوفه في الإدمانات الأخرى بحال التحمل، التحسس وضعف التحكم في النفس اللي جاي من الفص الجبهي. وفي المقابل كيحكي لنا تجارب الناس اللي حاولوا يتعافوا بالريبوت. هاد التجارب وخا فيها تحديات بحال أعراض الانسحاب وداك الفلات لاين اللي صعيب، ولكن بزاف منهم كيقولوا بلي حسوا بتحسن كبير في حياتهم، في صحتهم الجنسية والنفسية من بعد ما وقفوا لواحد المدة. إذن شنو المعنى ديال هادشي كله في الآخر؟ يمكن الفكرة الختامية اللي كيدفعنا ليها المصدر هي فكرة كتتجاوز الإباحية بوحدها. إلا كانت هذه الفرضية ديال المحفزات الخارقة للطبيعة صحيحة، وأن الدماغ ديالنا لتطور في واحد البيئة للمحفزات فيها طبيعية وقليلة ومحدودة، كيعاني باش يتعامل مع هذا الفيضان ديال التحفيزات القوية والجديدة والموجودة ديما اللي جابها العصر الرقمي. إذن سؤال كبير اللي كيفتحوا النص هو شنو ممكن تكون الآثار على المدى الطويل، ماشي غير ديال الإباحية ولكن ديال الأشكال الأخرى ديال التحفيز الرقمي اللي قوي بزاف ومصمم باش يشد الانتباه ديالنا ويستهدف مسارات مكافأة. بحالاش مثلا؟ فكر في السوشيال ميديا، في الألعاب الإلكترونية اللي ما كتساليش، في داك السيل ديال الأخبار والإشعارات اللي ما كيوقفش. واش حتى هاد الحويج كتلعب دور مشابه في إعادة تشكيل الدماغ ديالنا وتأثيرها على تركيزنا، مزاجنا، وحتى القدرة ديالنا باش نتعاملوا مع الواقع اللي كيقدر يبان باهت مقارنة بهذا الإطار الرقمية؟ هذه زعما نقطة عميقة بزاف كيدعونا المصدر نفكروا فيها بجدية. فعلا نقطة مهمة وكتفتح الباب لبزاف ديال التساؤلات. كنشكروا المستمعين اللي تبعوا معنا هاد التحليل لهاد المادة اللي ماشي سهلة وفيها بزاف ما يتقال. نتلاقاو في فرصة جاية مع مصادر جديدة ونقاشات أعمق إن شاء الله.